السعودة اذكروا لنا كمان خططكم انتم ومشاريعكم انتم لتوطين الوظائف، ونحن عندما نتكلم عن السعودة سوف نصغي لمطالبكم. على فكرة وهذا للتاريخ، منذ أن توليت وزارة العمل وأعوذ بالله من قولة أنا، لم تزد نسبة السعودة في أي قطاع، وخفضت نسبة السعودة في معظم القطاعات. الجماعة اللي يقولوا الشباب السعودي لا يعتمد عليه، والجماعة اللي يقولوا الشباب السعودي يغير الوظائف، والجماعة اللي يقولوا الشباب السعودي يغيب، أنا بسألهم هذول الجماعة اللي يقولوا هالكلام هل هم من السويد ولا من النرويج ولا من القمر؟ الشباب السعودي هذول مش آبائهم اللي بنوا امبراطوريات، واحد من بيع الشربيت، واحد من بيع الكعك، واحد من بيت وبدأوا عصاميين. بكل صراحة إذا كانت كل الميزات لموظف القطاع العام وقليل منها لموظف القطاع الخاص لن تنجح السعودة ولن نقضي على البطالة، فلا بد أن نضيق الفجوة. ماذا يعجب الشاب السعودي من القطاع العام؟ يعجب الشاب السعودي الجوب سيكوريتي، الأمان في الوظيفة، الراتب، الساعات المعقولة، الأيام المعقولة. هل فيكم أحد أنتم جرب ونادى الموظف اللي عنده قال له شوف يا ولدي أنا بشغلك 5 أيام في الأسبوع بس زي موظف الدولة، وحاطك زي معاش الدولة، وحاطك إجازة زي الدولة، وهرب منه وراح؟ لا يمكن. والجماعة اللي راح يشتغلوا في القطاع في أرامكو ولا في سابك ولا في شركة الكهرباء مو لأنها قطاع خاص، لأنها تعطيهم جميع المزايا التي تعطيها الدولة. فيجب أن نفكر جديا، نضع رؤوسنا مع بعض نحن والقطاع الخاص لكي نضيق هذه الفجوة. في جميع بلاد العالم المتقدمة، ونحن عملنا سيرفي في الوزارة، لا يوجد فرق بين الأيام التي يعملها القطاع العام والقطاع الخاص، لا يوجد فرق بين الساعات، لا يوجد فرق في الإجازات. هذا الفارق الفظيع لا يوجد إلا في البلاد المتخلفة صناعيا، وربما كان هذا أحد أسباب التخلف. فأنا أرجوكم يا إخوان أن لا تفقدوا الثقة في الشاب السعودي ولا في الشاب السعودية، وأنا أرجوكم أرجوكم أرجوكم، أنا أرى من بعيد الشمس وأرى دونها كثير من الضباب وكثير من الغيوم. لا تركزوا على الضباب والغيوم، الضباب والغيوم ستنقشع، وفي يوم من الأيام ستشرق الشمس مشرقة، ولكن يجب Minister, if I can, we have a... باقي لي لحظة بس، لحظة. يجب أن يكون لدينا أمل أولا بالله سبحانه وتعالى، وإيمان بالله سبحانه وتعالى، ثم إيمان وثقة بأنفسنا، بوطننا، بشبابنا، ببناتنا. لا تنسوا أبدا هذه منطقة البيت الحرام، هذه منطقة مكة المكرمة، من هنا انطلق آلاف ونشروا الحضارة في 3 أرباع العالم. نحن أبناؤهم، نحن أحفادهم، هذه الجذوة لم تمت. لا ينسى أحد منكم هذا الإرث التاريخي. نحن لسنا حضارة هامشية ولا حضارة فرعية ولا حضارة في غابات الأمازون، مع احترامي لغابات الأمازون. نحن أمة ظلت لمدة أكثر من 800 سنة تقود العالم في كل شيء، تقود العالم في الفكر، تقود العالم في العلم، تقود العالم في التقنية. مرت علينا أوضاع والدنيا هبوط وصعود، ولكننا بإذن الله لدينا القدرة ولدينا الأمل في أن نعود كما كنا، وكما قال وأردد ما قال سمو الأمير خالد الفيصل: مكاننا الطبيعي في الصف الأول من العالم الأول. وشكرا.